السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع على قناة أطبق وأذواق من مطبخي. اليوم كيف كتشوفوا غنشارك معكم إن شاء الله حلويات العيد، حلوة التمر بعجين رطبة وهائلة، وحلوة القرقعة بالزنجلان وكاوبيل. أول حاجة غنبداو بها البنات هي حلوة التمر. المقادير كيف كتشوفوا كاملة في الصورة. غادي نخدمها بهاد المولى البنات. غادي نخلي التمر والمكونات ديالو جانبا ونبداو على بركة الله بالعجين. غنحتاجو في العجينه البنات نص كيلو ديال الزبده مارغرين، تكون البنات بحراره المطبخ باش تساعدنا في العجينه، حيت البنات لا كانت في الثلاجه او كانت قاصحه كتعذب واحد شويه. غادي نضيف ليها الملح لتصحيح الذوق، وغادي البنات نضيف كاس ديال السكر الثقيل او السكر كلاصي. القياس دائما البنات بكاس العنبه. هنا البنات كاس ديال السكر كافي لاننا غنفندوها في السكر كلاصي. وعاد زائد ثاني البنات كيكون التمر حلو صافي نغربلوه، كيكون دائما البنات مكور كيف كتشوفوا. وغادي نضيف كيس من الفاني، سكر فاني. غادي نبدا ندلك البنات، ندخل السكر في الزبده ونضيف كاس ديال الزيت، زيت المائده البنات. صافي كندلك مزيان حتى كندخل المكونات كامله وترطاب عندي البنات الزبده. شوفوا الطريقه البنات سهله، كتخلطوا وكتمعكوا. ونضيف البنات ياغورت طبيعي بدون سكر. هاد الياغورت البنات هو السر في هاد العجين، كيخليها البنات كتذوب في الفم وكتفرتت. اصلا يلاه تبغيو ديروها في السكر البنات كتبدا تفرتت، راه رطبه بزاف كيخلي العجين كتجي روعه وكتجي كتذوب ذوبان. غير جربوا البنات هاد العجين راها واعره ديال هذه ديال التمر. نفيت ليا البنات حضرتها معكم في العام اللي فات نيت العيد ديال رمضان، ولكن بمكونات ديال العجين ماشي فحال فحال. غنبدا نضيف البنات في الدقيق. ضفت هنا البنات 4 ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض ديال العنبه اللي غربلتهم. غادي ندخل البنات الدقيق غير بشويه بشويه ونقول لكم شحال كفاتني، شحال هزات ليا ديال الدقيق. هنا 4 كيف قلت لكم. بعد ما دخلتهم في العجين غنضيف الكأس الخامس والسادس، يعني دابا 6 الكيسان. انا ضفت على الربعه جوج، غندخلهم تاني في العجين. العجينه البنات كتكون رطبه وكتكون لينه بزاف. بقاو معايا البنات حتى الاخير باش تشوفوا كيفاش كتجي. بعد ما دخلت جوج كيسان، 4 في جوج، غندخل دابا تاني جوج كيسان وحدين اخرين. حنا ولينا دابا في 8 الكيسان، يعني البنات 800 غرام ديال الدقيق. هذا راه الكأس البنات الثامن، ما دخلتوش كامل، كندخل فيه بشويه بشويه، ما ضفتوش كله. صافي من العجينه البنات غتعرفوا بانه واش باقي خاصها الدقيق ولا لا. دابا هذا الكاس التاسع، يعني 850 غرام. انا دخلت الكاس التاسع، كنظن ان كافي صافي باش نجمعوا العجين. صافي كندخلوها البنات مزيان. لاحظتوا البنات راه ما تنضيفوش كامل، كنبقى نضيف بالتدريج. صافي هنا بعد ما جمعت العجين كامله هزات ليا البنات 9 الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق الابيض. شوفوا البنات كيفاش كتجي لينه، ما كتجي لا مشقه لا حتى شي حاجه، كتجي رطبه بزاف كتساعدك هي باش تطلقيها. صافي كندخلوها البنات في كيس بلاستيكي. صافي كنوضعوها جانبا وكندوزو باش نوجدوا العقده ديال التمر. هنا عندي البنات كيلو ديال عجينه التمر هاد الجاهزه. غنضيف ليها 4 المعالق البنات ديال الزنجلان مغسول ومنقي ومحمر في الفران. وغنضيف معلقه كبيره عامره ديال القرفه مطحونه، زائد القليل من الملح لتصحيح الذوق، زائد معلقه كبيره عامره ديال سكينجبير او نص معلقه اللي بغيتو. وعندنا معلقه صغيره او معلقه ما عامراش البنات كبيره ولكن ما عامراش
ديال القرنفل اللي محمر ومطحون ومغربل البنات، ضروري خصو يكون مغربل، زائد ملعقه كبيره ديال الزبده. صافي غندلكوا البنات المكونات مزيان، ندخلوها في التمر. هاد العجينه البنات كتجي روعه. الا كان عندكم حتى اللوز مكرمل حتى هو دخلوه، كيعطيها واحد القرمشه واعره البنات. انا ما موجودش، درت غير الزنجلان، انا دائما كندير فيها اللوز ولكن ما كاينش اليوم، ما حاضرش، درت فيها غير الزنجلان. صافي البنات كنبدا ندهنها بالقليل من الزيت ونحولها من القصعه لاناء اخر ونغطيها بلاستيك غذائي. صافي البنات ونبداو في تشكيل العجين. غادي ندهنوا سطح العمل بالدقيق الابيض البنات ماشي بالزيت، وغادي نحربلوا التمر بالطريقه اللي كتبان امامكم. نقسموها على النصف البنات، ما ديروش الحربوله رقيق، حاولوا ديروها البنات غليظ باش تجي الحلوه ديال التمر من الداخل تجي مهبره بالتمر. صافي كنبقى نحربل فيه بالدقيق الابيض بهذه الطريقه، ماشي بزاف البنات الدقيق، غير شيشات خفاف. نقسم وندير في الطبيصيل ونحط كيف كتشوفوا. باش كتجيكم البنات العمليه سهله، من الاحسن انكم توجدوا التمر عاد نبداو نطلقوا في العجين. بغيتو تحربلوه كامل احسن، بغيتو تحربلوا الكميه اللي غتبداو تخدموا بها لكم الاختيار. صافي البنات بعد ما حربلت التمر اللي غنخدم به، غادي نقسم العجين الى نصفين، نرش تاني سطح العمل بالدقيق الابيض ونبدا نطلق في العجين. العجينه البنات راه غزاله لينه رطبه، هي مساعده راسها البنات باش كتسرح فوق سطح العمل. كنطلقوها بالدلاك وما نرقوهاش البنات بزاف، نخليوها شويه غليظه، لان هاد حلوه التمر كتبغي شويه البنات لاباط تكون مهبره، لا ديال التمر لا ديال العجين. صافي كنقطعوها بالطريقه اللي كتشوفوا امامكم. كنلوي عليها، كنحط الحربول ديال التمر وكنلوي عليه العجين، كنقطع بالسكين ونجمع الاخر ديال العجين بالاصابع كيف كتشوفوا. غادي نرش سطح العمل باش ما تلصقش ليا، لانني غنورك عليها البنات بالمول كيف كتشوفوا. طريقه سهله، وهاد الرشمه كتجي زوينه وكتعطيها البنات القياسات قد كيجيوكم البنات الحليوات متساويين. صافي كناخذ القطاعه بعد ما كندهنها بالدقيق الابيض لان التمر كيخليها تلصق. صافي كنقطعوها بالطريقه اللي كتشوفوا. هاد الرشيمه البنات كتجي زوينه. كنستفو في اللاطه اللي وضعت فيها ورق المطبخ، وكنرجعوا نخدموا بنات الحربول الثاني بنفس الطريقه. نقطع بالسكين ونجمع الاخر بالاصابع ونحط البنات جانبا. من الاحسن انكم تخدموا العجين كامله، لا ديال الدقيق ولا لا ديال الزبده عفوا ولا ديال التمر، حرابل وتحطوهم جانبا حتى الاخير. عاد البنات ترشوا سطح العمل بالدقيق وتبداو البنات تراسيو بالمول وتبداو تقطعوا، كتجي ساهله. انا شاركت معكم هذه الطريقه وعاد في الاخير خدمت كل شيء وجاتني البنات ساهله دغي وجدتها. صافي كنضغط عليها كيف كتشوفوا بالمرشم وكنجمع الجوانب، لانك فاش كتضغط عليها بحال كتشتت من الجناب. كنبدا البنات نقطع، راه هي متراسيه البنات فيها الخطيطات متراسين اللي غتقطعوهم. صافي كنوضعوا البنات في اللاطه. هاد الحلوه البنات ديال التمر راها معشوقه الملايين، كيحماقوا عليها الناس بزاف. ما كاينش شي اسره مغربيه في اي عيد ما يمكنش ما توجدش هاد حلوه التمر. بعدا من راسي وجبد البنات، انا ما نقدرش عيد ما نوجدهاش. هي وريش بوند وسميتها وغريبه والفقاس ما يمكنش ما يكونوش عندي في العيد. صافي كنستمروا البنات بهذه الطريقه، نوضعوها في اللاطه اللي غتدخل الفرن. انا البنات هنا غنقول لكم واحد الكلمه، انا ما طيبتش في الدار الزيت الليط كاملين اللي درت بهم الحلويات ديال هاد العيد وديتهم الفران ديال الزنقه بالما طابت وجات ندوزوها البنات نوجدوا الحلوه الثانيه او الشكل الثاني من حلويات العيد. عندنا هنا البنات اللي هي القرقاعه بالزنجلان وكاوبيل، كتجي البنات واعره. الى اللي شاف البنات وتذكر مزيان يلقاها بانها راها حلوه ديال الجيل الذهبي. كنا كنديروها بكري البنات ديال
ديال الطفوله. عندنا هنا البنات 250 غرام ديال الزنجلان اللي محمر مغسول ومنقي ومحمر. طحنته البنات كيف كتشوفوا رقيق، وضفت ليه 2 معالق كبار ديال السكر الثقيل و2 معالق كبار ديال الكاوبال او ديال بودره الكاكاو الحلو، و2 معالق كبار ديال الكونفيتور ديال المشماش. غادي نحرك البنات مزيان المكونات بالايد، وغادي نضيف 2 بيضات. البيضه الاولى تكون بحراره المطبخ والبيضه الثانيه. صافي البنات كنحرك المكونات مزيان. الا غتلاحظوا هي البنات على حساب البيض، انا البيض درتو كبير وجاتني هنايا جاني الخليط عفوا جاني مطلوق بزاف. غادي نعاود البنات اللي جاها مطلوق في حالي هكا غادي تضيف ليه اما 2 معالق ديال الزنجلان الا كانوا عندكم كانوا موجودين ضيفوهم، الا ما كانوش البنات موجودين في حالي كيف كتشوفوا ضفت معلقه كبيره ديال الكاكاو. غادي نحرك المكونات كامله وغادي ندخلها البنات للثلاجه واحد تقريبا من ساعه حتى لساعه ونص. انا البنات وجدتها قبل الفطور وما غادي نوجدها وما غادي نخدمها حتى لورا الفطور. هنا كيف كتشوفوا البنات بعدما فطرنا تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، وجمعت سطح العمل، جبت الخليط من الثلاجه كيف كتشوفوا تجمع وضعته في ان بوش ولا في البوق وخدمته بهذه الطريقه اللي امامكم. البنات الا ضفتوا لها في الاول الزنجلان، لان الزنجلان داغي كيجمعها داغي كينشفها، خدموها في نفس الوقت بلا ما تدخلوها للثلاجه. صافي البنات رشيتها من الفوق بشويه الزنجلان، دخلتها للفرن كيف كتشوفوا بعد ما طابت كتجي البنات هائله، كتجي معلكه ما تسخاوش بها. ندوزو البنات باش نجمعوها بالشوكولاط الابيض. هنا البنات ذوبت الشوكولاط في حمام مريم وكنضيف البنات القليل وكنلاقي وحده مع وحده كيف كتشوفوا كتجي البنات هائله لا في المنظر لا في المذاق. ضروري البنات ما تجربوها، سهله وبسيطه بزاف وكتصدق البنات ناجحه 100%، ما غتسخوش بها. نخليوها او نكملوها وندوزو باش نشوفوا البنات التمر، حلوه التمر بعد ما جبتها من الفران. شوفوا البنات كيفاش كتجي روعه، كتجي مهبره. هنا غادي نديروها في السكر الثقيل، ضروري ما نمرمدوها في السكر الثقيل، ضروري وهي سخونه البنات باش يشد فيها السكر. نوضعوها مباشره البنات في شوبينه ونحكموا عليها الاغلاق البنات باش ما تدخلهاش البروده. صافي كنبقاو غاديين البنات حتى نفندو الحلوه كامله في السكر الثقيل ونتلاقاو في طبق التقديم. بنات هنا كيف كتشوفوا شوفوا حلوه التمر كيفاش جات، شوفوا القرقاعه شي حاجه اللي هي روعه سهله وبسيطه. شوفوا البنات الرطوبه ديال حلوه التمر ما نعاودش لكم عليها البنات، من الاحسن انكم تجربوها وتخليوا لي تعليق ضروري البنات من التجربه. هنا شوفوا البنات الحلوه ديال القرقاعه. البنات عيد مبارك سعيد مسبقا بالصحه والراحه. شكرا لكم بزاف على المشاهده، على تعليقاتكم وعلى تشجيعاتكم. ما تنسوش البنات تدعموني بلايك او بالبارطاج، محتاجه البنات الدعم ديالكم. الى فيديو قادم مع شكل جديد يكون سهل وبسيط، والسلام عليكم.